هو إيه أفضل حاجة للشغل، الموتوسيكل الكهربا والّا الموتوسيكل البنزين؟ السؤال دوّة ناس كتير جدًا بتسأله لي، وبتقول لي هو إيه الأفضل، وشايفين إن في ناس كتير جدًا على السوشيال ميديا بيرشحوا الموتوسيكل الكهربا وبيقولوا إن هو أفضل في الشغل والكلام ده كله. أنا دلوقتي هاوضح لك إيه الفروقات ما بين الاتنين، وأنت اللي هتحكم بنفسك أنهي الأفضل إذا كان كهربا والّا بنزين، يالّا. مبدئيًا كده الموتوسيكل الكهربا اللي أنت شايفه قدامك دوّة وده ماركة بلوتو، ده ناس كتير جدًا بتشكر فيه وبتتكلم إن هو مناسب جدًا للشغل. طيب خلّينا نتكلم بقى من حيث الإمكانيات بتاعة الموتوسيكل ده، الموتوسيكل ده أولًا هو السرعة بتاعته بتوصل تقريبًا لحد 110 كيلو متر في الساعة، يعني تقريبًا هو بيضاهي نفس السرعة اللي بيوصل لها الموتوسيكلات اللي هي الشعبية، الموتوسيكلات اللي هي 150 سي سي. لكن الموتوسيكل دوّة فيه بقى مشاكل أخرى فيه، إيه هي؟ برضه من ضمن مميزاته إن أنت ممكن تركب 2 وراك واحد أو 2 ممكن تحمّل حاجات عادي جدًا زيه، يعني العزم بتاعه زيه زي الموتوسيكل البنزين بالضبط. ولكن المساوئ اللي فيه، أولًا عندك البطارية بتاعته بتمشّيك بحد أقصى 50 كيلو، طبعًا ده اللي الشركة أعلنته، ولكن فعليًا ده مش حقيقي، هو الأقصى معاك ممكن 45 كيلو، 48 كيلو بالكتير، ده طبعًا في العوامل اللي هي الطبيعية، يعني إن أنت مثلًا ماشي في طريق موحّد، ما فيش مطالع، ما فيش رياح عكسية، الكلام ده كله. فطبعًا 50 كيلو بالنسبة لحد بيشتغل مثلًا كنقل ذكي هيبقى يعني رخمة جدًا معاه. النقطة التانية، هو في ميزة إن أنت ممكن تحط بطاريتين، ولكن البطاريتين اللي هم بيتحطوا دول أنت برضه في الآخر هيمشّوك مثلًا بحد أقصى هنقول مثلًا حوالي 95 كيلو، برضه ده بالنسبة للنقل الذكي مش هيبقى أفضل حاجة، غير إن محطة التغيير البطاريات اللي أنت شايفها اللي ورا الموتوسيكل دي، دي المفروض إن أنت تروح تغيّر منها، دي بتشتري باقة أسبوعية تقريبًا بتبقى متوسطة حوالي 500 جنيه دلوقتي عشان تروح تغيّر منها، هي الميزة إن أنت ال500 جنيه دول ثابتين، سواء إن أنت غيّرت مرّة واحدة، غيّرت 1000 مرّة في اليوم كمان مش في الأسبوع، هم ال500 جنيه دول دي باقة بتشتريها لمدة أسبوع وخلاص بعد كده تغيّر زي ما أنت عايز، ولكن في مشكلة تانية بتواجهك إن أنت دلوقتي المحطات دي مش متوفرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو بمعنى أصح إن أنا النهارده حتى لو شغّال نقل ذكي في القاهرة أو في الجيزة، أنا هابقى مربوط بأماكن معيّنة مش هاقدر أخرج براها، وده طبعًا بالنسبة للناس اللي بتشتغل بالموتوسيكلات بيبقى موضوع مش متوفر أوي، لإن أغلب شغل الموتوسيكل ما يقدرش إن هو يحصر نفسه أو يقفل على نفسه زون معيّن، ده بالنسبة للنقل الذكي. أنا دلوقتي كده وضّحت لك كل الأمور، طبعًا بالنسبة لفكرة قطع الغيار أو كده، القطع الغيار اللي هي برّه فكرة الموتور أو بمعنى أصح اللي نقدر ممكن نقوله اللي هو قطع غيارها شبه بقية الموتوسيكلات التانية، اللي هو مثلًا تيل الفرامل، آلة الجَر، الحاجات اللي هي البسيطة، الرفرف الأمامي، ولكن غير كده أنت لازم تلجأ للتوكيل، لإن أنت طبعًا مش هتلاقي أي حد عنده قطع غيار الموتوسيكلات دهيّة بوجه عام بصرف النظر عن الماركة دي، زائد طبعًا أنت مش هتلاقي أي فني هيعرف يشتغل فيه، فأنت كده بقيت مربوط بالتوكيل، فدي نقطة حبيت أوضحها لك. لكن لو هنيجي نتكلم كعمر افتراضي بالنسبة للموتوسيكل ككهربا أو بنزين، الاتنين تقريبًا مع المحافظة هيبقوا واحد. في الآخر اللي أنا أقدر أقوله لك إن الموتوسيكل دهوّة هو ممكن يكون كويس جدًا لحد يعني بيتحرك مشاوير بسيطة، أو حد مثلًا زي طلبات اللي هو بيشتغل في زون مقفول محدد، فبقى بالنسبة له إن هو في أي وقت لمّا ييجي يغيّر البطارية مش هيبقى عنده أي مشكلة غير لمّا أكون النهارده معايا عميل، أو إن أنا النهارده ييجي لي مشوار على مسافة بعيدة واضطر إن أنا يعني أكنسله عشان خاطر أنا البطارية اللي معايا ما اضمنش المكان اللي أنا رايحه دهوّة هيكون فيه محطات والّا لأ، أو إن هو أصلًا already ما فيهوش محطات وبالتالي البطارية ممكن ما ترجعنيش تاني، يبقى أنا كده سوّحت نفسي على الفاضي. فعشان كده أنا شايف إن الموتوسيكل اللي هو الكهربا هو أفضل لو أنت يعني في مشاوير بسيطة أو قافل على نفسك زون معين، أو إن أنت هتجيبه مثلًا إن أنت تروح بيه جامعتك، مدرستك، شغلك لو قريب، اللي هو المشاوير اللي هي البسيطة، إن أنت في الآخر يبقى الmaximum بتاعك ما تتعداش يعني كيلوات بسيطة، ولو طبعًا أنت شغال زي طلبات كدهوّة فأنت في زون مقفول عليك، وطبعًا أهم حاجة طبعًا تتأكد إن الزون اللي أنت شغال فيه دوّة إن هو فيه محطات إن أنت تغيّر منها البطارية. وبرضه في نقطة تانية سيئة في موضوع تغيير البطارية دوّة، إن أنا النهارده لمّا باجي أحط البطارية باوصّل الكابل بتاعها، لمّا المحطة نفسها بتعمل connect مع البطارية ساعتها هو بيدّيني السماحية إن هو يفتح لي الباب للبطارية التانية اللي أنا هاخدها عشان خاطر أحطها في الموتوسيكل. طب لو البطارية فيها مشكلة وأنا حطيت الكابل ومن هنا ما حصلش الconnect، أنا دلوقتي كده هيبقى إيه الوضع؟ أنا كده وقفت، لا البطارية بتاعتي الأساسية هي بقت يعني في مشحونة إن أنا أتحرك بيها، ولا هو كده ادّاني إن أنا آخد بطارية تانية، فبالتالي أنا عطلت. فكمان أنا لو معايا عميل بقى لو أنا شغال نقل ذكي، أنا كده هيبقى عندي مشاكل كتيرة جدًا. وطبعًا برضه أنا جيت حسبتها من ناحية التكلفة، في الموتوسيكل تقريبًا الكيلومتر بيتكلف حوالي جنيه، يعني أنت بتتكلم في جنيه واحد بس في البنزين. طب أنا دلوقتي لمّا هاجي بالنسبة للكهربا، أنا أقصى حاجة ممكن أحرقها قد إيه في اليوم ضغطًا بالفلوس، طبعًا هيبقى الكهربا أوفر، ولكن كفكرة عطلة وحاجات كتيرة لأ، أنا ما ضبطتش معايا، وبنتكلم في جنيه بالنسبة للموتوسيكل برضه مش المبلغ اللي هو الواو اللي يخلّيني إن أنا ألجأ للكهربا بالوضع ده. إمتى فعلًا بجد أقول لك الكهربا تبقى كويسة؟ لو إن مصر بدأت تنزل فيها الموتوسيكلات اللي هي بنزين وكهربا مع بعض، ودي موجودة دلوقتي في الصين بقى لها فترة كبيرة تقريبًا حوالي سنة، دي فعلًا بجد هي اللي كويسة، يبقى أنت شغال كهربا وبنزين في نفس الوقت. دلوقتي بقى هاقول لك إيه هو أفضل موتوسيكل بنزين للشغل، وكمان للاستخدام الشخصي والاستخدام كمان العائلي، ولكن ده من واقع تجربتي أنا الشخصية. ولكن يعني خلّيني أقول لك إن فعلًا أنا باكلمك بمنتهى الأمانة، الموضوع مش موضوع يعني عشان خاطر دي تجربتي الشخصية أو غيره، لأ هو ده فعلًا بجد الواقع. طبعًا الصيني كل الموديلات الصيني حتى ناس بتتكلم في الفيجوري إن هو كويس وبتاع وكده، ولكن أنا مع احترامي لكل الناس دي، الصيني مهمًا كان هو في الآخر الخامات بتاعته مش أفضل حاجة، هو ممكن يكون سعره الأفضل بالنسبة للسوق كله. هنيجي الناس اللي بتتكلم على البوكسر، البوكسر الفترة الأخيرة دي تقريبًا إحنا بنتكلم من بعد 2019 كله بقى خاماته زبالة جدًا، وأغلب الناس اللي بتجيب كمان بوكسر بيقول لك في أول سنة باستم مني وباظ ومواضيع كتير. أنا بقى من واقع تجربتي الشخصية باكلمك إن في ماركة هي حقها مهضوم جدًا وهي ماركة الTVS. TVS من الموتوسيكلات الاعتمادية جدًا، ودلوقتي كمان بقى قطع غيارها متوفرة وبقى في ناس واخدين وكالة ليها كتير. أنا باكلمك بمنتهى الأمانة الموتوسيكل ده كمان لو أنت شخص ليك في يعني في الميكانيكا البسيطة أوي، مش ميكانيكا اللي هو أنت تعرف تنضف الكربيراتير، تعرف تغيّر الكيل الفرامل، تضبط الدنيا بتاعتك وبتاع، على فكرة أنت مش هتحتاج تمامًا إن أنت تلجأ لأي ميكانيكي، كمان لو أنت بتستخدم كمان يعني زيت تخليقي بالكامل، صدقني أنت هتاخد من الموتوسيكل ده أفضل أداء. موتوسيكل معمّر جدًا، حمّال آسية، معاك في أي حاجة ما بيقولش لأ. ده شايفه من وجهة نظري ده أفضل موتوسيكل موجود للشغل، بالأخص كمان موضوع النقل الذكي، ده هيسد معاك، مش هتلاقي منه أي مشاكل.
دي كانت معلومة بسيطة حبيت أفيدك بيها، لو محتاج أي حاجة في المجال الموتوسيكلات أو في صيانته اكتب لي كومنت وقول لي وتابعني، أشوفك على خير، سلام.